ما قدرتش نصبر لا فيغيتي باش نحط لكم هاد الوصفه. وصفه بزاف بنينه وسهله، وتقدروا كامل تجربوها غير في وقفه. وصفه تاع روز مفركت، ووصفه تاع اسكالوب على فرونسيز راح نديروهم على الطريقه الفرنسيه. بنان، ويجو فيهم هذاك لو جوب، هذيك المرقه. ما نحكي لكمش. هنا دو بريفيرونس لي اسكالوب دو بولي او صدر الدجاج، تقطعوه نتوما كيما راكم تشوفوا بهذا الشكل. راح نقطعوهم شويه خشان، ما يليقش يكونوا رقاق في هذه الوصفه باش يجونا ملحمين ويطلقوا العصاره تاعهم. دونك نقطعوا صدر هذاك الدجاج على حساب افراد العائله بهذه الطريقه، شرائح تكون كبيره وغليظه. نجيو نغطيوها هكذا بكيس بلاستيكي ونهبطوهم هكذا شويه. كيما هنا انا عندي يد تاع المهرز تاع الحطب، كيما تقدروا ديروا كيما حنا نقولوا بالدبزه تاع اليد، يعني ديروا يدكم هكا دبزه وخبطوا هادوك الشرائح هكذا باش هذاك اللحم يجيكم طري، ويجي الشريحه تكون شويه عريضه. نحكموا هنايا في ان بول، نديروا 3 حبات تاع البيض كاملين، ونديروا لهم فلفل اسود، ونديروا لهم الملح. على بالكم بلي الزر تاع الدجاج صامت، يليق ديروا كميه لا باس بها تاع الملح. عندي هنايا معدنوس مقطع هنا بالمقص فينمون، قطعوه رقيق. وعندي هنايا كويير ولا شيدار، يعني واش كان متوفر عندكم. الجبن هذا مهم بزاف في هذه الوصفه، هو اللي حيعطيها بنه على بنه، ويعطيها هذاك لوغو المكرمل. نخلطوا كلش بهذه الطريقه. يعني شوفوا الوصفه تاعنا سهله، ما فيهاش مكونات بزاف. نجيبوا هنايا صينيه ولا صحن كبير باش نوجدوا الشرائح تاع ليسكالوب دو بولي تاعنا. نحطوهم في الدقيق الابيض بهذا الشكل، يعني الفارينه العاديه، وندخلوهم في هذاك الخليط تاع البيض المتبل، ونحطوهم في هذاك الوعاء او الصحن. يعني نكملوا بهذه نفس الطريقه كامل الشرائح تاعنا، نغطوهم ونحطوهم على الاقل ساعه حتى ليله كامله داخل الثلاجه. انا للامانه وجدتهم فقط مع العصر، ويعني وحضرت هذه التحضيره كوجبه عشاء. عندي هنا في قدر ولا في مرميطه شويه زيت وملعقه كبيره تاع لا مارغرين، حبه بصل مبشوره هكذا في الاشواخ. ما جو دير ما ترابيوهاش، قطعوها في الاشواخ رقيقه. عندي كيما شفتوا هذاك لو بول كامل تاع ارز ابيض مفور، شللته تري تري بيان تحت الماء وقطرته، وحطيته في هذيك البصله مع الزبده والزيت تقلى. حطيت عليهم الملح، وراح نحط عليهم ايضا قليل من الفلفل الاسود. نقلبهم هكذا على نار متوسطة حوالي 2 دقائق، باش نجي نشرب بنفس البول اللي كيلتو به الروز. كيلو به 2 كيلات ونص تاع الماء. الكيل هنا مهم باش يعطيكم نفس النتيجة اللي تحصلت عليها انايا، يعني روز مفركت وطايب حتى للقلب. تخلطوا جيدا، ونحطو هنا حبيبات تاع الهيل او لا كاردامون. هنايا الهيل راح تلقاوه متواجد عند بائع الاعشاب، يتباع في الاكياس هذاك المحضرين، هذوك الاكياس كاشتي تاع التوابل، ولا عند بائع الاعشاب. جيبوا غير حبيبات فقط حوالي 3 حبات. درت هنا ملعقه او نصف ملعقه تاع كركم باش يعطيني لون ونكهه. وخليت هذاك الروز تاعي طاب على نار متوسطه حتى شرب كامل الماء تاعو، وطفيت عليه. هنايا نعاودو نوليو لي زيسكالوب دو بولي تاعنا. نجيبو هنا مقله تكون عريضه ولا مرميطه ما تلصقش، نديرو فيها ملعقه تاع مارغرين الدوب، ونحطو هادوك لي زيسكالوب تاعنا يتحمروا. ما تقلبوهمش حتى ياخدو هاد الوش. يعني شوفوا هنايا الوش الاخر انا اللي قلبت عليه مازال ما طابش، يعني حتى يتحمروا باش تقلبوهم. فوالا، ما تقعدوش غير تقلبوا وتعاودوا، تقلبوهم مره واحده حتى ياخدوا هاد الوجه هذا محمر بالطبع. تروحوا تقلبوا على الوجه الاخر، ومن بعد تروحوا تنحوهم بهاد الطريقه. دوك هنا بعد ما تحمروا لي في الوجه الاخر، راني نحي فيهم ونقصوا النار على هذيك المقله. جيبوا هنا شويه تاع الماء يكون سخون، فتوا فيه ان كوب تاع جامبو دجاج، مكعب تاع جامبو دجاج. بون هنا جامبو الدجاج راهو اختياري، اذا كان عندكم مرق دجاج محضر في البيت ديروه، اذا ما حبيتوش ديروا الجامبو ما ديروش. بصح الجامبو راح يعطيكم البنه، يزيد لكم يعني في البنه تاع هذا المرق. هنايا راح نبشروا سنينات تاعتهم حوالي 3 سنات تاعتهم. الجامبو فيه توابل، ما تسحقوش تزيدوا تتبلوا. وديجا شتو باللي الدجاج راح يطلق التتبيله تاعو في هذيك الزبده. عندي عصره تاع نص حبه
تاع ليمون، عندي معدنوس. نخليو كلش يغلي على نار متوسطة، ما تقويوش للنار، حذاري. هنا غير يغلي هاد المرق تاعي يغلي، نعاود نرجع الدجاج تاعنا يشرب هاد العصارة او يشرب هاد لاصوص اللي درناها. يعني صدقوني هاد الطريقة الفرنسية بزاف بنينة، تنفع حتى الضياف، يعني تحمر الوجه ويجي طبق بنين. هنا هذاك عاودت رجعت هذيك الدجاج تاعي تلق الماء تاعو في هذاك الصحن اللي درتو، زدت رجعته في المرق. نخليه كلش هكذا يشرب شويه يتكتك كيما حنا نقولوا، فوق النار هادئه حوالي 10 دقائق. شوفوا هنا هبطت لي هذيك المرقه، يعني شربها الدجاج. نجيو لهنا صحن التقديم، درت هنا في بول وقلبت البول تاعي تاع الرز، وحطيت هنا شريحة الدجاج. كنت حضرت أيضا سلطة تاع فاصولياء خضراء، كنت فورتها وتبلتها بشوية توم وشوية فلفل أسود، حنحطها هنايا على جنب كما تقدروا ديروا سلطة خضراء. وهذاك المرقة شوفوا هنا شحال اللون تاعها راهي شهي شهي. زدت حطيتها فوق ليسكالوب وفوق الرز تاعنا مش راح يطيب لكم صامت، راح يطيب بزاف بنين. دونك هذاك المرقة غير هكاك من الفوق برك. شوفوا هنا طاب الناس زبده. ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس، وما تنساوش تخلوا لي زر الاعجاب. تابعوني على سايتة كويزين انستغرام، سايتة كويزين جروب فيسبوك اي باج فيسبوك. الى اللقاء، دمتم ديما بخير ديما فرحانين. شوفوا الروز تاعنا هنا طاب لنا على حبه. محتاجة دعمكم، تبعوني وروحوا اضربوا طلع الوصفات القديمة اللي موجودة على القناة، أكيد راح تلقاو فيها واش يعجبكم. الصحن تاعنا تاع اليوم صحن بالطبع ويحمر الوجه بزاف بنين، تنفع هاد الوجبة للعشاء خاصة. إلى اللقاء.